قبل ما نبدأ يا ريت تصلي على النبي. المسلسل ده المفروض بيتعرض حلقة كل أسبوع، بس كده كرم منهم في البداية نزلوا حلقتين مرة واحدة. وعلى فكرة بيقولوا إن الأحداث بتاعة المسلسل دي أحداث حقيقية، وإن شاء الله هعمل ملخص لكل حلقة أول ما تنزل. القصة بتبدأ بأربع ممالك عايشين على الساحل، مملكة اسمها ماوي وأوهايو وأواهو، ومملكة تاني اسمها كاي واي. والأربع ممالك دول عندهم اعتقاد إن في نبوءة بتقول إن هيظهر شخص يقدر يوحدهم كلهم، والسبب في كده إن الممالك دول في حالة صراع دايما، والحرب مش بتقف بينهم، والمفروض الشخص ده لما يجي هينهي الحرب دي وهيخليهم كلهم يعيشوا في سلام. بعد كده بنسيب الممالك دي وبنروح لمشهد تاني، وبيكون ناس ماشيين في نص البحر بقارب، وقائدهم اسمه كيانا. وكيانا ده بيكون شخص قوي جدا لدرجة إنه هو في البحر شاف سمكة قرش ونزل بنفسه يصطادها وربطها بحبل زي اسلوب الكاوبوي، وبعدها جاب شويه تراب ورماهم في خياشيمها علشان السمكه تتقطع نفسها، وفعلا نجح انه يمسكها بسهوله كانه بيصطاد سمكه صغيره عاديه. وبعد كده رجعوا ومعاهم القرش وقطعوه قطع صغيره وخدوه للبيت اللي عايشين فيه. وهناك بقى بنشوف شوية أطفال بيلعبوا جوه بيت كيانا، وطلعوا لبس كان خاص بيه، واللبس ده معمول للمقاتلين في مملكة ماوي. وواحد من الأطفال سأل كيانا: أنت ليه سبت منصبك الكبير في ماوي وجيت تعيش هنا؟ كيانا بيقول له إنه تعب من الحرب كلها وعايز يعيش في سلام وهدوء، وعلشان كده قرر يسيب ماوي ويبعد عنها. وبعدها بتظهر مراته واللي اسمها كابوهي، وبتقول له: انا ملاحظه انك بتتعامل مع الاطفال بشكل حلو، ما تيجي احنا كمان نخلف. والموضوع ده بيكون مفاجئ كيانا. وفي اللحظه دي بيجي مبعوثين من مملكه ماوي، وكانوا جايين برساله خاصه من الملك نفسه، والرساله دي موجهه لكيانا، والملك كان عاوزه حالا. الرسل دول بيقولوا لكيانا: الملك طلبك دلوقتي. فكيانا رد وقال لهم: انا هاجي عشان الملك، انما اي طلب تاني او اي لعب زياده انسوا، انا مش هعمل كده. فكيانا خد اسرته وطلع معاهم على مملكه ماوي. واول لما وصل لقى كابولي، وكابولي ده بيكون ابن الملك، وكان مستنيه، وبنعرف ان كابولي ده بيحبه جدا ومعتبره زي اخوه الكبير. وبعدها سلم عليه وقعد يفكره بالايام اللي كانت بينهم، ويقول له: فاكر لما كنت قائد الجيش؟ ما كانش فيه وقتها مملكه تقدر تقف قدامنا. لكن كيانا رد عليه وبيقول له: سيبك من الكلام ده، انا مش هرجع للمواضيع دي تاني، انا دلوقتي عايش مرتاح ومش ناقص وجع دماغ. وهم في الطريق للقاء الملك مروا على مكان جيش ماوي بيتدرب فيه، وكان في جندي مشهور جدا هناك بانه بيرمي الرمح وما بيغلطش خالص، حتى لو على دبانه في الهوا هيجيبها. ساعتها مساعد الملك واللي اصلا ما بيطيقش كيانا حب يحرجه، فبيقول له: يلا يا كيانا بقى ورينا بطولاتك القديمه، وتحدى الجندي ده. فكيانا طبعا ما تراجعش ودخل التحدي، والجندي بدا يحدف عليه رماح، وكانوا كتير جدا لكن ولا واحده اصابت كيانا. والعكس بقى انه كان بيمسك اي رمح بايده، وكان بيجري ويغرزهم في الارض لحد ما قرب للجندي ده، وفي الاخر مسكه وكسر دراعه الاتنين، واداله ضربه بسيطه كده في ظهره كذكرى. وبعدها بكل هدوء دخل على الملك وسلم عليه وكأن ما حصلش اي حاجه. والملك كهاليكي رحب بيه جدا واداله احترامه، وكمان رحب باللي معاه من جماعته. وبعد ما قعد مع كيانا قال له: انا محتاج لك تساعدني في الدفاع عن المملكه. لكن كيانا رد عليه وقال له: اسف، الموضوع مش فارق معايا، وقام ماشي. وهنا الملك ناداه وقال له: استنى يا كيانا، النبوءه ابتدت تتحقق، وانت تقريبا المختار اللي هيوحد الاربع ممالك. انت عندك قوه غير عاديه في الحرب، ومع ذلك ما بتحبش القتال، وده اللي بيخليك مختلف غير الناس اللي كلها بتحبك. وكمل كلامه وقال له: مملكة أوهايو وصلت لنا أخبار إنهم هيهجموا، لكن الملك بتاعهم شاب صغير وما بيفهمش في الحرب، والهجوم مش منه لكن من رئيس الكهنة اللي هناك، وده بيكرهنا جدا وعايز يخلص علينا كلنا، علشان كده أنا محتاجك تقف جنبنا. وكأنا بيرد عليه وبيقول له: تمام، اديني فرصة أفكر في الموضوع وهقول لك. وسابهم ورجع لجماعته. ولما حكى لهم اللي قاله الملك قال: بصراحة أنا مش مقتنع. لكن على عكسه جماعته كلهم كانوا شايفين إن الكلام منطقي جدا. ومراته كابوهي كانت تقريبا مبسوطة جدا بفكرة إن جوزها يطلع هو المختار، لكن كيانا ما دخلش الموضوع في دماغه بنفس الحماس، بالعكس فضل يفكر فيه بهدوء وبعقله. وتاني يوم الصبح الملك قرر يجي بنفسه عند كيانا ويكلمه، وخده يتمشى معاه وقال له: بص، الحرب دي جايه وغالبا هي اللي هتكون السبب في توحيد الممالك، وانت الشخص الوحيد اللي يقدر يقود المعارك دي. وبعدها وصله لحد الكوخ وقال له: جوه الكوخ ده في حاجه غاليه عليك. كيانا استغرب وساله: ايه اللي جوه؟ الملك قال له: دي رفات ابوك، ورئيس الكهنه كان بيدور عليها علشان ينجسها ويمثل بيها، بس الحمد لله ان احنا لحقناها قبله، خدها وادفن ابوك زي ما يستاهل. كيانا في اللحظة دي حس بامتنان كبير جدا من تصرف الملك، واخد رفات ابوه ورجع بيته، وهناك بكل هدوء رماها في النار. وساعتها الجماعة بتاعته فضلوا يبكوا عليه وكأنه لسه متوفي حالا. والليلة دي عدت في اجواء حزينة جدا. واليوم اللي بعده كيانا كان واقف على البحر، وفجأة ظهرت له عرافة اسمها طاولة، والعرافة دي معروفة انها بتشوف جزء من المستقبل. كيانا بيسألها بيقول لها: اعمل ايه؟ اشارك في الحرب دي ولا ابعد عنها؟ طاولة ردت عليه بكلمة غريبة جدا، قالت له: امسك ايدين ابوك. كيانا اتلخبط وقال لها: ايه الكلام ده؟ انا لسه حارق رفات ابويا امبارح. لكن
لكن طاولة بتقول له هتفهم بعدين، واختفت فجأة. وبعدها كيانا رجع يحكي لمراته وبيقول لها اللي حصل، وقال لها انه مش فاهم معنى الكلام ده خالص. ساعتها مراته بتقول له انا فهمت، فبتقول له بص المحاربين بتوع ماوي سلموا لي سلاح كان بتاع ابوك، السلاح ده هو اللي كان ماسكه في ايده على طول، يمكن قصدها انك تمسك السلاح بتاع ابوك وتكمل مكانه، يعني لازم تدخل الحرب. الكلام ده قلب دماغ كيانا وخلاه يقتنع في الاخر، وبدأ يجهز للحرب. وبعدها لبس الهدوم بتاعة القتال من تاني وحط الخوذة فوق دماغه، وكأنه رجع كيانا المحارب اللي كان هو يعرفه زمان. كيانا راح عشان يقابل الملك كهاليكي، والملك قعد معاه وقال له اسمعني كويس، انت هتقود جيشك وتتجه ناحية سواحل اوهايو، بس ما تبدأش الهجوم، كل اللي مطلوب منك تقف هناك، وكده اهل اوهايو هيضطروا يطلعوا جيشهم يدافع عن المدينة. وفي اللحظة دي انا هدخل من الجهة الشرقية وهوصل للمعبد، وكمان هقبض على كبير الكهنة، ووقتها هأمن الملك الصغير، وبعد ما اخلص ساعتها انت تقدر تدخل المدينة. كيانا قال له تمام يلا بينا. كيانا بيجهز جماعته وبيودع هيكي لانها مش محاربة وقررت تفضل في ماوي، اما الباقيين بما فيهم مراته اللي برضه محاربة مشيوا معاه. ولما وصلوا شرق اوهايو لقوا مجموعة محاربين واقفين في وشهم، لكن كيانا اتصدى لهم بسهولة ووقعهم كلهم. وفي وسط المعركة لمح طاولة وكانت واقفة بين الناس، لكن شكلها كان مخيف جدا، وكان لبسها كله اسود، وكمان عينيها كانت سودة، ووشها كان مرعب وحزين. وبعد ثانية واحدة اختفت. هنا كيانا حس ان في حاجه غلط، وقال لاهله خليكم صاحيين الوضع هنا مش طبيعي. وبعد كده كملوا، لكن ظهر قدامهم شويه فلاحين عاديين حاولوا يمنعوهم، وكيانا رفض يأذيهم. وفجأة سمع صوت جيش ماوي وعرف ان دي اشاره الهجوم. كيانا اتلخبط لانه كان متفق مع الملك انه ما يبدأش القتال، لكن المفاجأة ان كهاليكي دخل المدينة وبدأ يقتل اي حد يقابله، وما كانش بيفرق معاه كبير او صغير. وابنه كابولي كان واقف مذهول هو كمان، وكان واضح انه ما كانش يعرف نوايا ابوه. والملك دخل المعبد وذبح الكل من غير رحمة، وبعدها ولع فيهم. وكيانا دخل بعد ما كل حاجة خلصت، وكان المشهد مليان جثث في كل مكان. وصدمته كبرت أكتر لما شاف الملك بيقتل الملك الصغير بإيده بكل برود. كيانا بيقول له إيه اللي أنت عملته ده؟ مش ده اللي اتفقنا عليه، أنت كده ضحكت عليا. وكهاليكي بيرد عليه بكل برود وبيقول له أنا كده بسهل الطريق للنبوءة اللي لسه ما اتحققتش. وبعدها بيقول له الخطة دي أنا هنفذها بإيدي، وهبدأ أضم كل الممالك تحت اسمي، ووقتها بقى يبقى يحصل السلام. طبعا الكلام ده ما عجبش كيانا، فساب الملك ومشي. في اللحظة دي كابولي جري وراه وقال له صدقني انا ما كانش عندي فكرة عن اللي ابويا ناوي يعمله. كيانا بيرد عليه وبيقول له عارف ولا مش عارف اللي حصل ده في رقبة ابوك وفي رقبتك انت كمان، وكمان احنا اللي ساعدناه فكلنا مسؤولين. وسابه ومشي. فكابولي راح لمساعد ابوه وقال له من النهارده تراقب كيانا، لو حسيت انه بيخطط لاي حاجة تيجي تبلغني على طول، بس ما تتصرفش من دماغك. وبنرجع تاني لماوي، وفي كهف معزول بعيد عن العيون كانت عايشه فيه بنت اسمها كهمانو. البنت دي امها تبقى اخت الملك كهاليكي، لكن الملك ما يعرفش اي حاجه عن وجودها، وبتبقى بنت زعيم اوهايو القديم اللي مات، وبعده جه زعيم جديد مكانه. الراجل اللي رباها بيقول لها خالك كهاليكي دمر اوهايو، ووجودك هنا بقى خطر جدا، لازم نهربك، وكمان لازم تتجوزي الزعيم الجديد هناك. لكن كهمانو رفضت الفكره كلها وزعلت جدا لانها مش مستعده ترتبط بحد ما شافتهوش قبل كده، فسابت المكان وخرجت لوحدها تفكر. ونرجع تاني لقواهو. كابولي دخل على ابوه كان بيعاتبه، بيقول له انت عملت كل ده من غير ما تقول لي ليه، وبيقول له ان اللي حصل ده كله غلط، انت قتلت ناس مالهمش ذنب ولا كان بيننا وبينهم مشاكل، كده انت عملت عداوه بيننا وبين الممالك التانيه. والملك بيرد عليه ببروده وبيقول له ما تشيلش هم، انا مكمل في اللي بدأت فيه. وبعدين بيأمر ابنه انه يبعت 2 من رجالته علشان يجيبوا كيانا، والجنود فعلا وصلوا لحد كيانا وخدوه بالقوه. لكن الملك لما بيروح المكان بيلاقي الجنود الاتنين مقتولين وكيانا هو اللي مخلص عليهم. الملك اتضايق وقال لابنه انا عايز كيانا حي، لان في سر في جسمه، حاجه لازم يطحنها او يشمها او يمكن يدهنها. مش فاكر بالظبط القبائل دي كان عندهم عادات غريبه، بس اللي ما كانش عارفه الملك ان كيانا في الوقت ده كان بالفعل هرب بالمركب مع جماعته وكان راجع على ماوي. لكن المساعد اللي هو اخو الملك كان متوقع الحركه دي، فجهز المراكب بسرعه وطلع يطارد كيانا ورجالته. وكيانا مع جماعته سمعوا صوت جرس فجأة، فبصوا لبعض وقالوا الصوت ده جاي منين؟ والصوت اللي سمعه كيانا واصحابه كان صوت جرس، وده موضوع غريب عليهم لانهم عمرهم ما سمعوا حاجة بالشكل ده قبل كده. المهم اتجاهلوا الموضوع وكملوا طريقهم لحد ما رجعوا لماوي. واول لما وصلوا ندهوا على هيكي لكن ما كانش فيه اي رد. كيانا قال لجماعته دوروا عليها وانا هشغل رجال الملك عنكم، لان فعلا جنود الملك كانوا وصلوا وراهم. كيانا بالصدفه شاف واحد من رجاله الملك في طريقه وخلص عليه بسرعه، لكن الراجل ده قبل ما يموت صرخ وبلغ الباقيين، والجنود فعلا جريوا ورا كيانا وفجاه اختفى من قدامهم، فاضطروا ان هم يقسموا نفسهم مجموعتين علشان يقدروا يمسكوه. وفي الناحيه التانيه ظهرت سفن تجار على شاطئ ماوي، وكان معاهم سفينه كبيره هي اللي صوت جرسها كان واصل لكيانا واصحابه. والتجار دول كانوا جعانين ومحتاجين اكل، فدخلوا الجزيره يدوروا على اي فاكهه، وقائدهم قال خدوا اللي نحتاجه من غير ما نعمل مشاكل، مش عايزين يحصل معانا زي اللي حصل مع الكابتن جاك.
ونروح لكهمانو اللي كانت قاعده في الكهف، وامها دخلت عليها واديتها شويه زيت علشان تنضف شعرها وتستعد لجوازها من زعيم اوهايو الجديد. لكن كهمانو كانت رافضه الموضوع وكانت متضايقه جدا، فخرجت تتمشى على الشاطئ، وهناك ظهرت لها طاوله. كهمانو قالت لها انا مش عايزه الجوازه دي، وطاوله ردت وقالت لها في طريق واحد يخليكي سعيده، بس مش هتقدري تمشي فيه لوحدك، لازم يجي حد يساعدك وهو اللي هيوصلك بنفسه. فجأة وش طاولة اتغير وقالت بخوف إن الآلهة نفسها مرعوبة. كهمانو اتصدمت من الكلام وقالت لها مرعوبة؟ خايفين من إيه يعني؟ ردت عليها قالت لها خايفين منك أنتِ، لأنك هتعملي حاجة تغير العالم ده كله. في الوقت ده جماعة كيانا لقوا هيكي واطمنوا عليها، لكن كيانا لسه بيطارد من رجالة الملك، والمساعد رمى حجر على دماغه وجرحه، لكنه قدر يهرب ودخل كهف يشرب ميه. والصدفة ان الكهف ده كان بتاع كهمانو، ولما لقت كيانا ساعدته وعالجت جرحه، وكيانا حكى لها اللي حصل. وبعدها شاف عندها مسدس قديم فاستغرب جدا. كهمانو قالت له ان ده سلاح كان مع واحد اسمه كابتن جاك لما هاجم اوهايو، لكننا غلبناه رغم ان هو معاه اسلحة متطورة. كهمانو عرضت على كيانا انه يهرب معاها ومع اصحابه اللي في المركب اللي متجهة ناحية اوهايو، وكيانا فعلا وافق. وفي الغابة كان التجار بيجمعوا فاكهة، لكن واحد منهم اتضرب على دماغه من رجالة الملك. كيانا وكهمانو شافوا التجار، وواحد فيهم رفع سلاحه على كيانا، لكن قائدهم منعه. وفي وسط الفوضى كيانا قتل واحد وطلع انه من رجالة الملك. كيانا بعدها سلم كهمانو سلسلة فيها انياب وقال لها خديها ووصليها لمراتي علشان تعرف انك جاية من طرفي، واهربي انت وانا هواجههم. وبعدها كهمانو وصلت لجماعة كيانا واديتهم السلسلة وخدتهم على المركب. في اللحظة دي التاجر اللي كان اتضرب على دماغه طلب انه يركب معاهم، فهي وافقت. اما كيانا فالجنود حاصروه ومسكوه، والمساعد حاول يخلص عليه، لكن كيانا مسكه ونط بيه في البحر. والمشهد ده كله كان قدام كابولي، واللي امر الرجاله وقتها انهم يدوروا على جثه كيانا. بعد شويه كيانا فاق ولقى نفسه على سفينه التجار، وبنعرف ان هم اللي انقذوه لانه ساعدهم ضد رجاله الملك. كيانا في الاول هاجمهم، لكن لما رجعوا له سلاحه هدي وبدا يطمن، وطلع يبص على صفحه السفينه لقى انهم بقوا بعيد جدا عن جزيره ماوي. وبكده الحلقة التانية تكون خلصت. والمسلسل أصلا بينزل حلقة واحدة كل أسبوع، فإن شاء الله زي ما قلت لكم كل حلقة هتنزل عامل لها ملخص. اعمل لايك واكتب لي رأيك في الكومنتات، ولو دي أول مرة تتابعني يا ريت تشترك وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وأشوفكم على خير في الملخص الجاي. سلام.